النهاردة تاني حلقة من سلسلة حلقات حلاوة المولد. هنعمل مع بعض النهاردة الفولية مقرمشة ومتماسكة وفي نفس الوقت مش محجرة ولا بتلزق في البق. والفولية طريقتها ما بتختلفش كتير عن السمسمية، ولو فاتكوا فيديو السمسمية هسيب لكم اللينك في الكومنتات تحت علشان لو حبيتوا ان انتوا ترجعوا له. ويلا بينا نصلي على النبي ونشوف عملنا الفولية مع بعض ازاي. في طاسة على النار هنزل بربع كيلو من الفول السوداني وعلى نار هادية هبدأ ان انا احمصه، وفي نفس الوقت في طاسة تانية هنزل بنص كوباية من السكر، عليها ربع كوباية من المية ومعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز. اديهم تقليبه بسيطه بس يا دوبك العسل كده يدوب مع الميه والسكر، ومش هبالغ في التقليب علشان الخليط ما يبقاش مسكر معايا. اسيب بقى الخليط يغلي على نار متوسطة لمدة 5 دقايق، واول ما يبدأ يتكرمل كرملة بسيطة كده من الطروف هبدأ ان انا اعمل له اختبار بسيط في المية. هاخد كده حتة من الخليط واحطها في مية، لو حجرت معايا كده وبدأت تتكسر يبقى كده الخليط بتاعي بقى تمام وجاهز. لو لقيته لسه سايل كده وسايح وما بيتكسرش معايا يبقى اسيبه دقيقتين تاني على النار. بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، واول ما انزل بالبيكنج صودا هلاقيها عملت فوران، على طول هنزل عليها الفول السوداني، ولازم الفول السوداني يبقى سخن معايا عشان كده حمصناه في نفس الوقت واحنا بنعمل الخليط. نزلت بقى بالفول السوداني على الخليط وبدأت ان انا اقلبه لحد ما كلهم تجانسوا مع بعض، وبعد كده هجيب مفرش سيليكون او صينية او على الرخامة او اي حاجة هتفردي عليها الفولية، وتبدأي ان انتي تدهني سطحها بالزيت عشان الفولية ما تلزقش معاكي. هبدأ بقى اسويها بايديا بالشكل اللي انتوا شايفين ده، وبعد كده هجيب بقى اي سكينة حامية عندك وابدأ ان انا اساوي الطروف بتاعتها علشان تبقى شكلها حلو. طبعا الفولية لازم تتفرد وتتقطع وهي لسه سخنة علشان لو بردت معاكي هتنشف وهتمسك نفسها ومش هتعرفي تقطعي. بعد بقى ما سوينا الجوانب هنبدأ ان احنا نقطع الفولية بالحجم اللي احنا عايزينه. هسيبها بقى على المفرش مش هحركها لحد ما تنشف وتمسك نفسها، وبعد ساعة كده تقريبا هتبقى جاهزة معايا. مفيش اسهل من كده. هتدوقوا بقى احلى فولية، مش مستاهلة خالص ان احنا نشتريها من بره، في دقايق بتبقى جاهزة معانا. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم اسراء، سلام.